ازيكم يا احلى بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا قد الدنيا كلها. مين واخد باله من حاجة منورة بزيادة كده في المطبخ؟ اللي اتفرج على الفيديو اللي فات هو اللي هيبقى عارف. حبايبي بقى، فين حبايبي؟ عايزاكم تنزلوا لي في الكومنتات كده وتكتبوا لي إيه اللي انتم ملاحظين كده انه منور بزيادة في المطبخ. يلا حبايبي اللي متابعيني ومش بيفوتوا لي فيديو واحد هم اللي هيعرفوا وهينزلوا يردوا عليا. وحشتوني جدا يا بنات والله العظيم بجد. وانا اسفة جدا جدا عن اي تأخير للفيديوهات، بس والله العظيم مش بايدي، ربنا يسامحهم يعني. انا عندي يا جماعة شركتين في البيت اتصالات، يعني انا عندي شركة وي وفودافون الاتنين، وما شاء الله ما شاء الله ما بعرفش انزل فيديو يعني يا جماعة كتير. انا بجد بتعصب من بطء تحميل الفيديوهات، فبجد اعذروني. عشان انا مش انا لو عليا انزل لكم كل يوم فيديو والله بيبقى معايا الفيديوهات جاهزه ومتمنتجه. انا مشكلتي كلها في الابلودنج بس بتاع الفيديوهات، ان عشان الفيديو يتحمل بياخد وقت بجد والله. وللاسف انا عارفه ان دي مشكله مش عندي انا لوحدي، لان الفتره اللي فاتت دي حتى الاتصالات نفسها ان احنا نتصل والشبكات واقعه والدنيا مش عارفه مش مظبطه يعني. فسامحوني واعذروني يا حلوين. وتعالوا اقول لكم بقى انا بعمل ايه. اول حاجه يا بنات، الوقت ده كان النور قاطع، وانا بحب قوي قوي ان انا استغل الوقت اللي النور قاطع ده اعمل فيه حاجه بجد. فبحب دايما اقوم، يعني انا دلوقتي كنت عايزه اغسل الفرش بتاع الركنه بتاعتي، فلميت الفرش. يا بنات انا لسه الشقه عندي ما فرشتهاش بجد، لان المفروض المغسله هتجيب لي لسه السجاد يوم السبت. فإن شاء الله ادعوا لي كده إن ييجي بقى وافرش، لأن أنا تعبت. أنا بقالي أسبوع دلوقتي وبجد الدنيا مهما بنضف مش بيبان عليها نظافة. يعني السجاد ده قد إيه يا جماعة؟ مش منظر بس والله، مش بيحلي البيت ولا بيخليه شيك كده وأنيق، لأ، السجاد بيحمي البيت وبينضفه. أنا نفسي أعرف بجد الناس اللي بتشيل السجاد في الصيف انتوا ازاي كده يا جماعة تستحملوا تعيشوا ازاي؟ ده انا حاسة ان انا يعني منهارة، أنا منهارة حرفيا من غير السجاد. انتوا يا جماعة بتقدروا تعملوا كده ازاي؟ ده أنا كل يوم بكنس وبمسح ومبتنضفش ما بتنضفش بجد يعني. حاسة مجرد بفتح الشباك شوية البيت بيتملى تراب ايه يا جماعة؟ في ايه؟ في ايه بجد؟ يلا الحمد لله. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا طبقت الركنة قبل ما احطها في الغسالة، علشان اول حاجة ما تتكرمش، تاني حاجة عشان انا كنت عايزة الغسالة تاخد معايا مساحة كبيرة، فبحط الحاجة متطبقة كده عشان تاخد اكبر كمية على قد ما اقدر، وبرده ما اتغسلتش على مرة واحدة يعني. فبعمل ايه بقى يا بنات؟ هو دلوقتي كان النور قاطع، فبوريكم انا حطيت اوكسي. الحمد لله الحمد لله اخيرا لقيت الاوكسي الكبير. وبحط اللي هو الكولوريل اللي هو الالوان ده. وبحط كمان الفريدة ده، وكلمتكم عليه قبل كده، قلت لكم اني بحبه جدا جدا يا بنات، تحفة. المهم النور جه بالسلامة وشغلنا الغسالة، وتعالوا بقى ندخل المطبخ نكمل التنظيفات بتاعتنا. الفيديو ده يا بنات بارت 2 من تنظيفات المطبخ. انا كنت عملت الفيديو اللي فات بارت 1، ولو انت لسه ما شفتهوش ارجع لي الفيديو ده بجد، ان شاء الله متأكدة انه هيعجبك، لان بجد فيه افكار وحاجات حلوة قوي. والفيديو ده يا بنات بجد بجد كملوا الفيديو للاخر، والله العظيم مش كلام بس فعلا في شوية افكار ومنظمات وحاجات هتعجبكم قوي قوي قوي. وفي كمان فكرة عاملاها لكم بديل لمنظم التوابل الترند اللي طالع جديد، اللي هو بسلم ده. لا كملوا الفيديو، كملوا الفيديو عشان انا تعبت في الفيديو ده بجد، عامله لكم حاجات حلوه ومدياكم افكار حلوه قوي فيه. المهم يا بنات، شايفين الغباء اللي بيحصل ده؟ انتوا خدتوا بالكم من الغباء؟ انا عايزه اقول لكم يا بنات ان انا آه، بقالي سنه تقريبا ما حركتش، اللي هو من يوم ما جيت الشقه دي، لان عشان اللي بيتفرج عليا اول مره يا بنات، دي شقه انا ناقله فيها بقالي سنه وكام شهر تقريبا. انا كنت قبل كده في شقه ايجار، والحمد لله الحمد لله يا رب نقلت في شقتي بقى. ف من يوم ما نقلت فيها وانا يا بنات ما حركتش التلاجة دي، هي التلاجة جوه تقفيل. انا عايزه اقول لكم يا بنات ان انا عشان اطلعها بجد، انا ما كنتش متخيله انها تقيله كده يعني. طلعت روحي عشان ازق شويه، وفي الاخر فشلت برضو بعد كل اللي انتوا شفتوه المعاناه دي. لان اللي عامل لي التقفيله بتاعه المطبخ هو عامل التقفيله على قد مكان التلاجة بالظبط، يعني مش سايب لي جنبها مكان. فعشان اشد التلاجة طلعها انا عانيت، وفي الاخر يعني استسلمنا، وكلمنا الباشمهندس صاحب البيت عشان يجي يساعدنا، لان الموضوع ما كانش ينفع ان انا اعمله لوحدي خالص يعني.
فاللي انتوا شايفينه ده بقى اسمه ايه؟ اسمه غباء. اسمه غباء ليه؟ عشان انا ما بقاش اصلا لسه من كام يوم منظفه الميكرويف واليونت دي كلها، كنت منظفاها، واجي انضف التلاجة جنبها واطلع كل التراب عليه وارجع اوسخه تاني. غباء يا جماعه بجد والله. بس انا مشكلتي بقى ان التلاجة ما شاء الله كبيره وحجمها كبير، فما كنتش عارفه احركها يعني. وبعدين يا دوب انا عدلتها كده في الجنب ده وقفت بقى خلاص، لا عارفه اجيبها يمين ولا شمال، فكنت مضطره ان انا اتعامل في الوضع اللي انا فيه. فالمهم يا بنات، طلعت كانت حرفيا مردومه 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 بجد. نضفتها وما شاء الله نضفت الحمد لله، بقت كانها جديده اهي. عايزه اقول لكم يا بنات بقى، ما خليتش فيها سنتي عايزه تنضف، يعني نضفتها من فوق وتحت وكل حاجه. هنا بقى يا بنات مكان التلاجة انا كنت كنست الاول، وبعدين اوف كاميرا بقى كنت مسحت برضو كل الجزء السيراميك واليونت دي ونضفتها. عايزه اقول لكم يا بنات ان انا كان ممكن اعمل اللي انا بعمله ده بالمقشه، بس بيني وبينكم يعني انتوا مش متخيلين ما وراء الكاميرا الدنيا كانت عامله ازاي، بجد مش متخيلين الوضع. فانا كنت مطلعه كل اللي في التلاجة ده بره. وكمان يا بنات بقى المقشه انا بستعملها اليومين دول، يعني انا على طول بكنس وعندي هي مقشه واحده في البيت، فعشان امسح بيها هتعطلني على ما تنشف، ما كانش نافع، فجبت سلكه ونزلت اتعاملت على الارض كده نضفتها. هي اصلا ما خدتش وقت، انا يا دوب كبيت شويه ميه بصابون كده وفي ثانيه على طول نضفتها ومسحتها وخلاص الموضوع خلص يعني. تعالوا بقى للتلاجة. بصوا يا بنات، انا عايزه اقول لكم ان الحمد لله، وانا والله مش بشكر، بس انا ايدي يا بنات في التلاجة على طول. انا ما بسيبش التلاجة تتوسخ يعني. انا نفسي يبقى دايما عندنا التنظيف ده حاجة يومية وفي وقت كده وانتي بتعمليه، يعني انتي وانتي بتشتغلي كده. عارفين يا بنات، انا مثلا لما بجيب طلبات الشهر لازم انضف التلاجة، بس مش تنظيف ان انا اطلع الحاجات وكده، لا. بصوا انا بوريكم هنا، ده المنظف بتاع التلاجة والمايكرويف. يا خرابي يا بنات على جماله. ده بقى ايدي ورجلي في المطبخ حرفيا تحفة تحفة بجد. واي بقعة في المطبخ، اي بقعة في الميكرويف او في التلاجة بينضفها، ملوش ريحة، اللي هو ما يسيبش ريحة كده مكانه، لا خطير. عايزه اقول لكم ان انا كنت منضفه اخر مره التلاجة، كان المسحوق بتاع المواعين لونه مخضر شويه كده. عايزه اقول لكم ان كان بيسيب يا جماعه بقع في التلاجة بجد. فالمنظف ده كمان ميزته انه شفاف فتحفه. عايزه اقول لكم ان البقع اللي كانت في التلاجة الزرقاء مكان مسحوق المواعين ده كانت مش راضيه تطلع بجد. وكنت بعاني معاها عشان اطلعها، هو ما شاء الله طلعها على طول. في التلاجة يا بنات انا زي ما شفتوا كده في الاول برش المنظف ده، وما شاء الله ما بيحتاجش يتساب، هو لو في اي بقعه بيطلعها على طول. وبعدين بمسح بقماشه، وبعدين بجيب منديل بعد كده، بحس ان المنديل بيلمع بقى تلميعه ملهاش حل يعني. المهم نرجع تاني بقى يا بنات، اكتر حاجه بتحافظ على التلاجة نظيفه ان تبقى دايما ايدك فيها. يعني اي بقعه في التلاجة ما تستنيش اما تيجي تنضفي التلاجة، نضفيها على طول. اي رف شفتيه اتوسخ معاكي طلعيه ونضفيه، ما تستنيش اما يجي وقت تنظيف التلاجة كلها. عايزه اقول لكم يا بنات ان انا الدرج بتاع التلاجة ده اللي تحت، انا لما باجي انضف اما باجي ارص الخضار الجديد، يعني مثلا انا كل اسبوع بجيب خضار، لازم اطلع اليونت بتاعت الدرج دي كلها ان شاء الله بوايبس، مش لازم على الحوض واغرق الدنيا، لو بوايبس حتى بمسحه مسحه، وبعدين بنشف بمنديل وانضف مكانه كده في التلاجة وارجعه تاني. والله يا بنات الموضوع ما بياخد منكم 5 دقايق، بس فعلا مش هتتعبوا وانتوا بتنضفوا، هتلاقوا دايما الحاجه معاكم نظيفه. ركزوا بقى على كل حاجة كده في المطبخ وانتي بتطبخي، لو عين اتوسخت نضفي على طول، لو حامل بتاع البوتاجاز دايما نضفي وراكي الحوض، امسحي المنطقة بتاعت السيراميك اللي ورا البوتاجاز. والله يا بنات لو عملنا كده مش هيبقى عندنا حاجة اسمها تنظيفة لرمضان وتنظيفة للعيد، انت هتلاقي نفسك اصلا بتنضفي بكل سهولة. برضو اليونتس بتاعت المطبخ وانتي واقفة كده، في حاجات اما بيبقاش ايدينا فيها كتير بتتكركب، بس على الاقل اللي انت ايدك فيها، يعني المعالق والشوك الحاجات دي دايما خلي ايدك فيها كده طول ما انتي بتطبخي، وانتي واقفه كده بتعمليش حاجه افتحي درج رتبيه. قد ايه يا بنات الموضوع ده هيفرق معاكوا جدا جدا. وقت بقى ما تيجوا تنضفوا التنظيفه العميقه دي هتلاقوا الدنيا مش متوسخه قوي، والموضوع ما خدش وقت قوي، انتي ما تعبتيش قوي فيه يعني. فانا زي ما شفتوا كده يا بنات، اخدت، عايزه اقول لكم انا الارفف دي كلها
كلها ما غسلتش واحد على الحوض، كله بوايبس كده لمعت وبعدين بالفوطه، لان هم ما كانوش اصلا متوسخين، انا يا دوب لمعت. وهنا يا بنات انا عندي الكاتشب دايما ده بيجي مع، لو طالبين اكل من بره ولا حاجه بيجي معاه الكاتشب ده. فعايزه اقول لكم ان انا يعني ما كانش عاجبني شكله كده في الدرج، فبقول لكم ان الفكره دي احلى، ان انتوا لو عندكم نفس المنظر ده كده ممكن تحطوه في علبه كده وتدخلوه، بيبقى بجد بيفرق جدا في شكل الدرج. وكمان اداني مساحه ان انا احط حاجه كمان في الدرج، يعني ان أنا ممكن احط جنب العلبه دي حاجه بدل ما كان زاحم لي الدنيا كده على الفاضي. وبقول لكم بقى يا بنات هنا ان انا بلمع التلاجة بالملمع بتاع الازاز، خطير خطير. انا عايزه اقول لكم يا بنات ان انا اي حاجه عندي ستانلس، يعني التلاجة، الميكرويف، الفرن، البوتاجاز، انا بلمعهم كلهم بملمع زجاج يا بنات، بيخليه في حته تانية بجد والله العظيم، خطير جدا وبيخلي لمعتها فظيعه. فجربوا كده الموضوع ده بعد ما تخلصوا تلميعه بس كده هتلاقوها رجعت جديده بجد والله. وخلصت التلاجة وما خدتش مني حرفيا وقت خالص، في ثانية كنت مخلصة الحمد لله. وتعالوا بقى ايه ندخل على العك اللي انا عكيته. بصوا يا بنات انا اللي عملت كده، انا اليونت دي كلها كانت عندي نظيفة. الجزء اللي تحت الفرن ده انا سايباه علشان بحط فيه الطاسات بتاعه الزيت، يعني انا ما بحبش الطاسه ادخلها الفرن، علشان يا بنات بيعملوا دهون وممكن حاجه تتكب في الفرن او كده، فما بحبش اعمل كده، فانا مخليه الجزء ده ليهم يعني. الدرج ده يا بنات بقى بوريكم، بصوا ما شاء الله هو متروق اصلا، انا اصلا الدرج ده ما بتعبش فيه لان هو الحاجات اللي فيه انا ما بزودش عن كده وخلاص، ببقى عارفه مكانها وعلى طول اخد الحاجه برجعها مكانها على طول. عكس تماما بقى الدرج اللي تحتيه مثلا، يعني عايزه اقول لكم الدرج اللي تحتيه ده عشان بحط فيه دايما العلب بتاعه التلاجة والحاجات دي دايما متكركب، هتشوفوه معايا دلوقتي. هنا انا عايزه اقول لكم ان انا اليونت دي لسه من يومين بالظبط كنت ملمعاها زي الفل، بس الغباء بقى انا عايزه اقول لكم ان انا بقيت عماله اقول ايه الغباء ده بعد ما خلصت، انا ايه اللي انا عملته ده، كل التراب اللي كان على التلاجة نزل على اليونت دي، بهدلها لي هي والفرن بصراحه. فهلمع كده تلميع لان انا اصلا كنت لسه منضفاها ما كانتش محتاجه تنظيف، وكنت منضفه الميكرويف كمان على طول يا بنات. اول ما بلاقي اي بقعه في الميكرويف ما بستنيش، بطلع الطبق بتاعه على الحوض وبعدين بمسك المنظف اللي انا وريته لكم ده، المنظف ده للتلاجة وللميكرويف، بروح ماسكاه يا بنات ومن جوه ملمعاه في ثانيه والله العظيم. لا بحط ميه تغلي جوه الميكرويف ولا بستنى اي وقت، هي في ثانيه مجرد ما برشه جوه الميكرويف كده وبعدين بفوطه نظيفه وبروح ملمعاه بيرجع جديد. وزي ما شفتوا كده يا بنات بملمع الازاز وبروح مدياله تلميع كده، خلاص هو مش محتاج اصلا. فهو الميكرويف سهل، بلاش نسيبه يتوسخ، هو لو كل يومين انت اديتيله تلميعه كده الموضوع خلص خلاص. بصوا بقى يا بنات الفرن كمان، انا الفرن عندي الحمد لله ما كانش متوسخ جامد على طول برضو، يعني كل الملحقات بتاعته دي انا بمسكها انضفها. هو من جوه كان شويه عايز مش متبهدل قوي برضو، كان في شويه طرطشه كده عايزه تتنضف، فهنضفه معاكم دلوقتي. بس اللي اتفرج معايا على فيديو التنظيفات اللي فات بتاع المطبخ اكيد كان شايف منظر الفرن كان عامل ازاي. فاكرين يوم ما قلت لكم ان انا كنت شاويه فيه بطاطا يا بنات، كنت جايبه بطاطا وكنت شاوياها على الصاج بتاع الفرن، وعشان حظي الجميل يوميها ما كانش عندي ورق زبده، وانا ما بحبش احط الاكل على فويل، بحب احطه على زبده يعني. فيوميها حطيت البطاطا كده مباشره على الصاج ودخلت الفرن، وعايزه اقول لكم يا بنات كانت كارثه، بهدل لي الفرن كله يوميها حرفيا، انا اتمرمطت علشان انضف الفرن ده. النهارده الحمد لله انا دايما برضو يا بنات بعد الاكل لو انا عامله اي اكل في المطبخ، لو حاجه وقعت على الصاج بتاع الفرن ده او حاجه طرطشت او كده، بمسك الصاج ده على طول انضفه واغسله بعد الاكله دي. يعني عارفين وانا بطلع الصينيه بتاعه الفرن بطلع الصاج ده معايا واحطه على ما اكل، ارش عليه مثلا سيترس او حاجه، وعلى ما اتغدى وادخل اغسل المواعين بيكون كل الدهون اللي عليه دي خلاص نضفت، وبروح بالسلك كده منضفاه وبيرجع جديد. بصوا يا بنات حاجات بسيطه بس والله العظيم بتسهل جدا جدا عليكي. انا عارفه ان في ناس عندها كابوس كابوس تنظيف فرن البوتاجاز مثلا عندها كابوس تنظيف التلاجة، او ان احنا او الدهون اللي على الحيطه. طب احنا ليه يا بنات نسيب المطبخ اصلا يوصل لكده؟ وكل دي حاجات والله يا بنات ما بتاخد ثانيه. يعني انت تخيلي كده لو انت سبتي النهارده الصاج بتاع الفرن ده اتوسخ اكله ورا التانيه ورا التالته،
مش هيحوق في حاجه بقى، وهتلاقي البقعه اصلا ما عادتش بتطلع عشان البقعه دي بتنشف، وكل ما تشغلي الفرن هتنشف اكتر. لكن تخيلي كده انت بعد كل اكله، مش لازم كل اكله وسطاد نظيف، لا انا بقول لو اكله طرطشت، لو اكله وقعت، لو دهون وقعت في عملت بقعه، انت طلعتيه مجرد ما هترشي عليه السيترس ده، وبعدين هتنضفي بعد كده، هيرجع معاكي فل وباقل مجهود، بجد مش هياخد منك وقت. فانا يا بنات دي طريقتي في التنظيف، عشان كده الحمد لله الحمد لله يا ربي. آه، الحاجه ما بتاخدش معايا مجهود جامد في العمايل. وكمان يعني اما تدخلي المطبخ في وقت ما تحسيش ان المطبخ كان متوسخ اصلا. يعني انا اما بدخل انظف كده ممكن ضرفه تكون متكركبه شويه، ممكن حاجه، لكن في التنظيف لا. في بقى هنا يا جماعه سؤال مهم جدا جدا. الحاج ارسطون صاحب مصنع ارسطون، انا نفسي اسال حضرتك، يعني هو الشبح المريب اللي جوه ده ليه كده يا عمو؟ ليه ليه؟ يعني انا ذنبي ايه كل ما افتح الفرن الاقي انكل ده في وشي؟ يعني ليه كده؟ المهم ان ظهر الفرن ده يا بنات صعب جدا في تنظيفه، لان باب الفرن عندي ما بيتفكش. انا عندي اللي بيتفك يا بنات الازاز. انا ممكن طبقه الازاز اللي بره دي اشيلها عادي، ان انا اشيلها واغسلها يعني. بس انا برضو في الفيديو بتاع التنظيفات الاخير القريب ده كنت انا شايلاها ومنضفاها معاكم، وهو بصراحه ما كانش محتاج يعني. وانا يا بنات ما بحبش ان انا ابهدل حاجتي. يعني انا شايفه ان اي جهاز كهربائي عندنا، كتر الفك والتركيب وكتر الغسل وكتر ان احنا نحركه من مكانه، دي حاجه بتبوظ الاجهزه الكهربائيه. يعني ده بصراحة رأيي، يعني أنا شايفة كده إن الحاجة دي لازم يكون لها تعامل خاص. خصوصا إن الحاجة النهاردة يا بنات ما عادتش رخيصة، فعشان نعوض حاجة زي دي بجد الموضوع هيبقى صعب، وهتدفعي أضعاف الأسعار اللي أنت جايبة بيها الحاجة. فأنا شايفة إن الأجهزة الكهربائية دي ليها طريقة معاملة معينة. مش لازم إن أنا كل أسبوعين ولا كل أسبوع أروح أفك وأشيل وأحط وأكسر وأعمل، لا يا بنات. حتى التلاجة، طول ما التلاجة من جوه مش محتاجة إن أنت تغسلي بمية وحاجات كده، ما تغسليش. أنا عارفة إن أغلب البنات النهاردة عندهم التلاجة زي كده في تقفيلة، فأصلا الفيشه بتاعت التلاجة وراها. يعني انا عندي يا بنات الفيشه ورا التلاجة. ففكره ان انا كل اسبوعين اشد التلاجة اطلعها وادخلها، ده غلط غلط اصلا. اذا كانوا بيقول لك المفروض انت لو نقلتي التلاجة بتقعد تقريبا 7 ساعات ما تشغليهاش. طب احنا هنعمل ده ازاي؟ فاهميني؟ فحاولوا دايما التنظيف يبقى على الناشف. وانت دايما لو ايدك في الحاجه مش هتحتاجي ان انت تعملي مهرجان وانت بتنضفي الحاجه. هتلاقي الحاجه في ايدك لو بقماشه منديه كده ومسحتي الحاجه هتنضف معاكي. فعشان كده يا بنات بقول لكم اول باول خلوا ايديكم في الحاجه. انا هنا خلصت الفرن زي ما شفتوا الحمد لله، والله ما تعبنيش وما اخدش مني وقت فعلا، لان حاجته كانت نظيفه يا دوب تلميعه كده بس وخلاص. وبعدين جبت قماشه برضو، رشيت نفس الملمع يا بنات بتاع الازاز، وجبت قماشه كده نضفت، وبعدين بمنديل برضو بلمع كده بعد القماشه يعني. وبصوا بصوا النظافه بقى، بس النظافه يا بنات جميله بجد. يعني الواحد بعد ما بينظف بنتعب بيطلع روحنا وعنا، بس بجد احساس النظافه كده وانك داخله الدنيا نظيفه حلو قوي. بصوا دي الناحيه اللي انا كنت بقول لكم عليها، كارثه. انا الناحيه دي يا بنات بجد والله العظيم من كتر ما انا بروقها انا تعبت. هي علشان فيها كل اللي فيها ده، انا ده استعمال يومي عندي وعلى طول بشيل واحط فيه، فبيتبهدل معايا. بس انا خلاص جبت لها حل جذري الحمد لله. انا كانت مشكلتي ان العلب الصغيره دي انا على قد ما انا بحبها وبموت فيها، على قد ما هي بتكركب لي الدنيا بطريقه فظيعه. فانا بقى يا بنات قلت لا انا مش هسيب الوضع كده، انا لازم اتذاكى وافكر بذكاء. فالحمد لله جبت لها منظم عشان الم فيه كل اللي هي العلب الصغيره دي. فطول ما الحاجه يا بنات ليها مكان تتحط فيه مش هتكركب. وانا كانت اكتر حاجه عامله لي ازمه هي العلب الصغيره دي، فالحمد لله حليت الازمه دي النهارده. يا بنات فكروني بالله عليكم اجيب. انا عايزه، انتوا عارفين يا بنات الرول اللي هو اللي بيتفرش في الادراج الشفاف ده؟ عايزه اقول لكم ان انا ما بفتكروش غير وقت التنظيف بجد. وانا اكتر انسانه كسلانه في الكون انا يا بنات.
ما بنزلش من البيت. يعني انا والله حواليا حاجات كتير واماكن كتير ممكن اروحها. مش عايزه اقول لكم ان اصلا المحلات بتاعه الادوات المنزليه والحاجات دي دي جنب بيتي خطوه، بس انا بجد بكسل جدا انزل. وبعدين اتشغلت بقى الفتره دي في التنظيف، فلما جه بقى موضوع ان انا هنضف وكده، اكتشفت موضوع الرول ده وانا بنضف. فاللي هو ايه، انا مش عارفه انزل اصلا، عشان لو نزلت الوقت هيضيع مش هعرف اخلص. وفي نفس الوقت برضو فكره ان انا اطلبه اونلاين ويجي لي بعد اسبوع اسبوعين، ده طب ما انا هكون خلصت تنظيف. فعايز نفسي افتكر يا بنات ان شاء الله على قبل العيد اجيبه، علشان ايه، افرش بقى المطبخ كله يعني. وهنا شفتوا بقى المنظم يا بنات لم الدنيا ازاي، بجد المنظمات دي نعمه نعمه، وفرقت معايا في المطبخ، ومش المطبخ بس، فرقوا معايا في البيت كله، يعني في الادراج بتاعه التسريحه، وفي اوضه البنات، وفي الدواليب. بصوا والله يا بنات ان شاء الله انا قريب هعمل لكم فيديو قوي جدا 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 عن المنظمات، انتظروا بقى الفيديو ده. بس هعمله لكم بقى عشان ايه، تنظيفة قبل العيد. لو انتي بقى لسه جديدة معايا في القناة، فما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك دايما اشعار بكل فيديو بنزله. وكمان اعملي لايك للفيديو ده، بجد يا بنات والله اللايك مش هيتعبكم، وفي ثانية هتلاقي نفسك حطيتي لي لايك بس، انت هتفرحيني بيه جدا. وكمان يعني اليوتيوب بيعرف ان الفيديو ده عجب الناس، فبيبدأ ان هو يرشحه للناس اكتر. وانا نفسي يا بنات عيلتي تكبر بيكو، فيعني بجد اتمنى تعملوا لي لايك للفيديو ده لو عجبكم. ولو خدتوا منه افكار عجبتكم، بصوا يا بنات ده عندي مكان كده للخزين، انا عاملاه كده دولاب خزين في المطبخ عشان احط فيه الحاجات بتاعتي. انا جايبه له المنظمات دي يا بنات، بحطها فيه، انا اللي جايباه، هو معمول كده يعني بالارفف دي، وانا اللي جبت له المنظمات دي. واغلبها كان عندي في شقتي القديمه، كان اصلا فيهم المنظم الكبير ده كان تربو اصلا، فانا شلت العواميد بتاعته كده وحطيته كمنظم بحط فيه الحاجات بتاعتي يعني. ده منظم تاني زي بتاع الادراج يا بنات اللي انا وريته لكم من شويه، هنا حطيت فيه الفوط النظيفه كلها، بجد تحفه يا بنات تحفه، وشكله كمان شيك يعني خطير. وانا يا بنات وريتكم كمان المنظمات اللي انا اشتريتها دي، ومنظمات تانية وحاجات وريتها لكم في الفيديو بتاع المشتريات. فلو انتي لسه ما شفتيش الفيديو ده، هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس، انزلي بصي عليه بجد هيعجبك جدا. وهنا بحب احط المناديل يا بنات، علشان مش كل محتاج منديل بقى اقعد اطلع من الاكياس، ما بحبش كده بصراحه، فبحطهم كده يعني في مكانهم. والمكان ده بقى الفاضي ده بحط فيه طبق الغسيل، انا عندي يا بنات طبق الغسيل بتاعي بيتفتح ويتقفل كده، فحلو قوي ما بياخدش مساحه. دي بقى حاجات رمضان، ودي الموب انا عايزه اوريكم بس هو لدرجه ايه ما شاء الله شايل معايا حاجات، يعني حتى السلم كل حاجه هو لممها لي. فيلا لو متشجعين بقى الفيديو الجاي هيبقى خلاص اخر تنظيفه بقى، وهنفرش البيت ونفرش حاجات رمضان. فيلا لو انتم متشجعين، عايزاكم بقى ايه تعملوا لايكات كتير على الفيديو ده. وكمان ما تنسيش تشتركي في القناه عشان هيفوتك فيديوهات حلوه قوي قوي بجد الفتره اللي جايه دي. وكل سنه وانتم طيبين يا بنات، انا فرحانه قوي بالايام الجميله دي، احلى ايام في السنه. فرحانه ان انا معاكم السنه دي أول سنة نقضي رمضان مع بعض، وعقبال يا بنات العمر كله مع بعض. وبجد مش عارفة فرحتي واصلة لكم ولا لأ. بصوا بقى يا بنات تعالوا ما أقولكوا على التركة الجامدة بقى. هو أنا ما كنتش محتاجاها، بس أنا قلت اديها لكم فكرة عشان لو انتوا عندكم الموضوع ده. البنات بقى اللي عندها توابل كتير، انا يا بنات بحط التوابل عندي كلها في التلاجة، بخلي الاساسيات بس هي اللي بره، فعشان كده مش هتلاقوا عندي منظمات كتير ماشي. البنات بقى اللي عندها اليونتس بتاعتها فيها منظمات كتير، ممكن تعملي التريك دي، ممكن اي عندك حاجه مربعه كده تحطيها وتحطي عليها التوابل بتاعتك، فهتبقى عامله نفس فكره اللي هو السلم اللي هو بتاع المنظمات الجديده دي. فلو انتوا يا بنات عندكم منظمات كتير وبتبقى الحاجات ورا مش باينه ومش عارفين ايه اللي موجود وكده، انتوا ممكن تعملوا التريك دي، هتفرق معاكم جدا جدا. وبجد عجبتني، يعني انا لو كان عندي منظمات كتير للتوابل وكده اكيد كنت هعمل الموضوع ده، بس انا عندي لا، يعني الحمد لله انا عندي مخليه مثلا الفلفل والكمون والشطه والحبهان بس هما اللي بخليهم بره. بقيه التوابل عندي بقى البابريكا والثوم باودر والبصل باودر والحاجات دي كلها بخليها في الفريزر، لاني ايدي مش فيهم على طول، فبخاف بصراحه يسوسوا او يعملوا حاجه، فانا مخليهم في الفريزر. انتي بقى لو حاجتك كتير في الناحيه، حاولي عارفه لو كرتونه
لو اي حاجة عندك مربعة قد ايه يا بنات، لو علبة، عارفين لو علبة زيت، علبة اي حاجة حطيتوها ورا كده وحطيتوا عليها المنظمات، وخلوا بالكم هي مش هتبان لان هيبقى في قدامها منظمات تانية بتاعة التوابل يعني. وده بقى طبعا يا بنات ممكن تعملوه في اي حاجة، يعني مثلا لو عندك يونت انت حاطة فيها اللي هو مثلا المكرونات وكلهم نفس المقاس، فحابه ان انت تخلي اللي ورا باينين اكتر فتعملي نفس الفكره دي. فانا عجبتني بما ان يعني سلم التوابل ده هبل الدنيا وطلع ترند قوي والناس كلها عماله تتكلم عليه، وسعره يا بنات اوفر ومبالغ فيه جدا، ده انا بتهيألي سعره عدى ال1000 جنيه دلوقتي. فليه يا بنات، يعني هقول لكم على حاجه، انا واحده من الناس مثلا لو فكرت اجيب طقم توابل تاني انا هكمل على الطقم بتاع ايكيا بتاعي ده، مش هفكر ان انا اشتري اصلا طقم جديد. انت كده برضو يعني، انت حاولي دايما تفكري بعقلانيه، فكري بدماغك وبعقلك، بدل ما ارمي اللي عندي واروح اشتري طقم. لا، وبعدين يا بنات فكري برضو، هو الطقم ده 24 قطعه، انت هتعملي ايه ب 24 قطعه بجد؟ يعني انا حاسه ان انت مهما جبتي توابل كتير كتير يا بنات. فانت لو عندك طقم زي كده مثلا، اللي هو الطقم بتاع ايكيا ده، انا بحبه جدا 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 فوق ما تتخيلوا، وشيك وعملي جدا في الاستعمال. فانت ممكن تكملي الطقم ده، بيتشرى بالاربعه، لو انت احتياجاتك اكتر من اربعه هاتي كل فتره، وعلى فكره مش غالي يعني. وطبعا كلنا عارفين ايكيا حاجتها لا يعلى عليها. في برطمانات تاني من ايكيا بتبقى اللي هو البرطمان بيتقفل من فوق، مش بكليبس زي بتاعي كده، شكلهم شيك وترندي جدا جدا يا بنات، ولو جبت لهم ستيكر كده وحطيتيهم هتبقى خطيره خطيره بجد. وبياخد كميه توابل اكبر، فانت ممكن تعملي كده، فاهميني؟ انتوا حاولوا على قد ما تقدروا وظفوا اللي عندكم، مش لازم كل حاجه تطلع جديده انبهر بيها واجري اجيب وارمي اللي عندي، لا. حاولي دايما ان انت يعني تتعاملي مع الوضع اللي عندك تحسنيه، فاهمني؟ مش لازم ده طلع جديد لا انا عايزه اشتريه، وطب ما اللي عندي حلو وجميل، طب ما انا اكمل على اللي عندي احسن، فاهمني؟ بس يا حلوين، فانا حبيت افيدكم كده عشان ايه، يا رب يعني لو حد استفاد بالحركه دي، انا عجبتني قوي وحسيت ان انا ممكن قدام لو احتجتها اعملها يعني. هنا بقى الدرج ده يا بنات، كان في حاجات زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا بنات، دايما الادراج اللي فيها قطع كتير دي بتبقى كارثه والله العظيم، يعني انا عندي درج المعالق ده ما بيتوسخش ما بيتبهدلش، دايما الحاجه بحطها. ادراج الرفايع دي مهما عايزه اقول لكم ان انا ما بكترش رفايع كمان، يعني انا مش من الناس اللي بجيب عمال على بطال ودايما تلاقوا عندي رفايع كتير، والله يا بنات ابدا، انا دايما بحاول على قد ما اقدر اخلي عندي الاساسيات والحاجات المهمه بس. فبرضه بيتكركب ليه؟ علشان هي الحاجة دايما عارفين، حتى مجرد ما افتح الدرج واقفله كده بتتحرك فبتبوظ. فقررت ان شاء الله الفترة الجاية هجيب برضو منظمات تاني للأدراج دي، لان انا وانا بعمل المطبخ يا بنات عملت الأدراج دي غويطة علشان لو حطيت فيها منظم او حاجة كبير احطه براحتي يعني. ف وعايزه اقول لكم ان انا الادراج دي اكتر حاجه نفعني في المطبخ وحباها جدا جدا، يعني بحب الادراج دي فوق ما تتخيلوا، كبيره وبتاخد حاجات كتير ولمالي الدنيا بصراحه. فانا ناويه ان شاء الله الفتره اللي جايه دي برضو هشتري كام منظم كده، فتابعوا معايا بقى يا بنات عشان انا بموت في المنظمات. فلو انت بقى كده اموره وشطوره بتحبي التنظيم وبتحبي النظافه دايما، فانت في المكان الصح. اشتركي يلا في القناه عشان بجد مجهزه لكم فيديوهات حلوه قوي يا بنات الفتره اللي جايه دي، ان شاء الله يا رب تعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده رمضان يبقى شهر خير وسعاده على الناس كلها باذن الله. كل اللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له ويديها له اضعاف اضعاف ما بيتمنى. وعايزه اقول لكم يا بنات، رغم ان والله العظيم يعني على قد ما انا فرحانه برمضان اجواء رمضان، على قد ما قلبي وجعني قوي يا بنات والله على اخواتنا في غزه وفلسطين، ربنا ينصرهم يا رب يا رب نصرا قريبا. عارفين يا بنات، كل ما اتخيل ان الناس دي السنه اللي فاتت كانت زينا كده في بيتها وبتجهز رمضان وبيعلقوا الزينه وبيشتروا حاجتهم، النهارده حالهم الله المستعان يعني. ربنا يا رب ينصرهم نصرا قريبا ان شاء الله. وما تنسوش يا بنات، احنا لنا كل يوم قبل الفطار ان شاء الله دعوة مستجابة، اوعوا تنسوهم من دعائكم، اوعوا يا بنات، دايما افتكروهم ودعوا لهم علشان يعني دول مستضعفين. وبرضو في السودان يا بنات، اخواننا في لبنان وفي السودان، كل المستضعفين في الارض ربنا ينصرهم يا رب ان شاء الله.
وهنا بقى يا حلوين كنت خلاص بقى خلصت، فبلمع بقى ايه كل يعني الظرف كلها من بره كده بديها تلميعه. هي الحمد لله برضو ما كانتش متوسخه، يعني انا بدي تلميعه بسيطه كده. بس لان اصلا الخشب بني عندي، ويا بنات عايزه اقول لكم نقطه الميه بتعلم فيه، فبرضو دايما انا ايدي فيه. تعالوا اوريكم مفاجاه بقى. ايه رايكم في المفاجاه دي؟ انتوا متخيلين ان انا خلصت؟ انا خلاص تنظيف خلاص، لقيت بقى يا بنات اللي انتوا شايفينه ده. متخيلين الدنيا عاملة ازاي؟ متخيل ما كنتش قادرة اقف على رجلي حرفيا. بس الحمد لله قلت لا انا لازم اخلص بقى كله مرة واحدة. لمعت بقى يا بنات، بصوا كده كله جوه وبره، ونضفت كله، ما خليتش حاجة فيها حتة عايزة تتعمل. كان فاضل بس كده يا بنات الشفاط اللي فوق البوتاجاز والبوتاجاز، هما اللي فاضلين بس كانوا عايزين تلميع. فقلت ان شاء الله بقى مع فيديو الفرش بتاع الزينة هعملهم كده الاول بسرعة. مش عايزه اقول لكم على ريحه النظافه بقى، بجد النظافه نعمه ربنا يعيننا دايما يا بنات ويقدرنا ان احنا دايما كده ننظف بيوتنا ونخليها جميله وبتلمع كده. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه. وطبعا لو عجبك الفيديو اتمنى تعملي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك دايما اشعار بالفيديو اول ما انزله. ومع السلامه يا امورات.